السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله عنوان هذه الحلقة يكون من كتب سفر يوئيل. في المدخل إلى سفر يوئيل للآباء اليسوعيين صفحة 1918 يقول النص: شخصية النبي غير معروفة، فاسم يوئيل لا يدل على نبي شخصي بحصر المعنى، بل بالأحرى على مجموعة أنبياء، ويعدل بعضهم الآخر يعني المفسرين عن كل محاولة لمعرفة هوية النبي، مع التشديد على أنه ليس لدينا أي دليل يمكننا من معرفة هوية النبي، مع التشديد أيضا على أنه ليس لدينا أي دليل يمكننا من نسبة قسمي الكتاب إلى كتابين مختلفين. مهما يكن من أمر، يقدر بنا على كل حال أن ننوه لما في هذه الفصول الأربعة من جمال شعري وعمق أدبي. انتهى كلام المدخل إلى سفر يوئيل للآباء اليسوعيين. الكلام ده معناه إيه؟ أولا، نبي مجهول محدش عارفه ولا يوجد أي دليل لمعرفة هويته. تاني شيء، اسم يوئيل ممكن يكون اسم مجموعة من الأنبياء وليس اسم لنبي واحد. حتى الآن علماء المسيحية بتشوف اسم يوئيل هل هو مجموعة أنبياء ولا نبي واحد، مش عارفين يعني ايه يوئيل أصلا. ثالث شيء، ان كل اللي لفت نظر علماء المسيحية هو التنويه عما في فصول يوئيل الأربعة من جمال شعري وعمق أدبي. هو ده أهم شيء عندهم، العمق الأدبي والجمال الشعري. مش مهم معرفة من هو يوئيل، مش مهم معرفة من هو الكاتب، مش مهم معرفة هل يوئيل مجموعة أنبياء أم اسم لنبي، مش مهم معرفة هل هذا الكلام مقدس أم لا. أهم شيء العمق الأدبي والجمال الشعري. طيب، إن شاء الله نكون وضحنا الفكرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.